اختراع يا بنات، حاجة طعمها في منتهى الجمال. هتجربوها بجد، طعمها هيعجبكم قوي، لازم تجربوها. نخش على الفيديو ونشوف المقادير. معايا بيضتين، معايا كوب الا ربع من السكر، معايا كوب ونص من الدقيق السميد، ومعايا كوب ونص من الدقيق العادي، ومعايا بيكنج باودر، ومعايا كوباية زبادي كبيرة، ومعايا فانيليا، ومعايا نص ليمونة صغيرة، ومعايا سمنة، ومعايا زيت. جبت هنا حلة وهكسر البيضتين. طبعا اللي عاوز يحط بيض اكتر من كده براحته، طبعا انت بتعلي القيمة الغذائية، فدي حاجة ترجع لك انت. هعصر هنا على البيضتين نص الليمونة. ما تخافوش خالص خالص من الليمون، الليمون طعمه مش هيبان، مش هتحس باي زفارة في الكيكة ولا ريحة بيض ولا اي حاجة. هحط رشة من الفانيليا صغيرة، ما تكتروش من الفانيليا علشان خاطر ما تديش مرارة، فتخليكوا حذرين. لو ما عندكوش من الفانيليا ديت عادي، حطي كيسين من الكيس اللي هو بجنيه الصغير، والدنيا تبقى ماشيه معاكي تمام. هضرب البيض مع السكر ضربه كويسه قوي، وهحط كوبايه الا ربع من الزيت. الزيت ما يكونش ليه ريحه، وهحط معلقتين كبار من السمنه. اللي عاوز يحط سمنه تمام، مش عاوز يحطه براحته. ولو عندك قشطة حطي. كل ده بتعلي من القيمة الغذائية بتاعت الحاجة الحلوة. هحط هنا كوباية من الزبادي. الزبادي ديت يعني كوباية وسط، ما هياش كبيرة ولا هي صغيرة. لو عايزة تحطي كوباية 2 براحتك، ده حاجة ترجع لك. طبعا السوائل هنا مش هتكفي، فانا حطيت نص كوباية من اللبن او الحليب، وزودتها كملتها كوبايه كده بالميه. عاوزه تعمليها بميه بس، او عايزه تحطي لبن بس او حليب بس، دي حاجه ترجع لك. طبعا ضربتها برضو ضربه كده في السريع. وهحط بقى هنا الدقيق كده هنخله. لازم انخل الدقيق علشان خاطر يخش له هوا، واكون مطمنه ان مفيش اي حاجه في الدقيق. وهنخل بايدي الدقيق كده واحده واحده، ودقيق السميد برضو هنخله، وارجع اضربه ضربة تكون خفيفة، ما اضربش فيه كتير، ما يعني مزودش في الضرب. خلاص، اول ما الخليط ينعم معايا يبقى كده الدنيا معايا تمام. والبيكنج باودر يا بنات خلوه اخر حاجة. انا بوريكم هنا ان انا محطتش اهوت البيكنج باودر، لا هحطه في الاخر خالص كده. هلف لفتين بالمضرب، حتى مش لازم اشغل المضرب، هلف لفتين كده في السريع وخلاص على كده، علشان خاطر تديني نتيجة احسن. وطبعا هكون مشغله الفرن. وانا ابتديت اشتغل في الخليط دوت، شغلت الفرن على نار متوسطه زي ما بتسوي اي كيكه. خلاص، دي طبعا حاجه ما هياش معروفه، مش عارفه هي كيكه هي بسبوسه، حاجه كده ما بين البنين، بس حاجه طعمها حلو قوي قوي يا بنات، هتعجبكم بجد. بس زي ما قلت لكم، لو انتوا عايزين تزودوا السكر هتخلوه كوبايه، لو انتوا بتحبوا الحاجه متوسطه هتخلوا السكر كوبايه الا ربع. دهنت الصينيه بالزيت او دهنيها بالسمنه براحتك، انا دهنتها زيت. وهنزل بالخليط كده، وهخبط الصينيه بتاعه الخليط، هخبطها في الارض كده خبطتين كويسين عشان تطلع اي فراغ. وحطيت الصينيه في الفرن، واختبرتها بالخلة او بحرف السكينة، ولقيت الدنيا نضيفة كده، الخلة نضيفة، يبقى الدنيا تمام. ولو لقيتوها استوت من تحت وما وشها محمرش من فوق، اطفوا من تحت وشغلوا الشواية على الهادي خالص، وايديكوا تفضل تلف في السكينة. طبعا بعد ما تهدى هخرطها. واوعوا يا بنات تطلعوا الصينية وتحطوها على طول على الرخامة، لا ما ينفعش. حطوا تحتها حتة قماشة كبيرة، او حطوها على على رف البوتاجاز من فوق. خلاص، بصوا هنا بقى منظر الحاجة الحلوة، بصوا من تحت ومن فوق طعمها